خش بقى الافلام طبعا الثلاثيه بين القصرين، بيقول فيها ايه بقى؟ يمشي كده بتقول له دستور يا سيدي يا سيادي، عيداني عيداني، يقول لي عليها ايه؟ عليك سوداني. ما صبري بتقول قربي قربي، يقول لي عليك مغربي. اتلبشت ليه يا صغيره؟ مين بتقول لها اشتاتا اشتوه. انت اخت قطرها بتقول لك ايه يا سيدي السيد. يحيى شاهين بيقول اصل يا واد لابس انت بتشبشب ليها يا سيدي السيد. حجاب القبول، مقول اقول لها حجاب القبول. تضحك ضحكه مسخره، ويحيى شاهين بيقول ايه؟ تبنا الى الله. يحيى شاهين تبنا الى الله، وهي بتضحك الضحكه اللي هي المسخره. طيب ويحيى شاهين يقول لك ايه لما يشوفها يقول يا ارض احفظي ما عليك. اسم النبي حرس قوسين، اسم النبي حرس قوسين، ده مين ذو شيل يا حسين نظره، ده عمنا ابراهيم ده لما جه عاكس. جاي لك يا سيدي يا حسين، جاي لك انت دعيتني وانا جاي لك. ده امينه ايه اللي طلع بيقول امينه ليه امال زي الحسين دعاني وقمت لبيت. يعني سيدنا الحسين دعاها وراحت تلبي، يعني امراه مخلصه. بتقول لك يخلصك كده يا سيدنا الحسين. هنا ليله انطردت، ده وجد العرب وهو قاعد، ده هو بيقول له عند قبره وبيروح يقول له كده بسببك انا جيت اسوق عليك الحسين علشان ترجع لينا. ده هو بيقول لمين؟ لابوه اللي هو يحيى شاهين. بيقول له اللي جابك هنا يا ابني؟ قال له انا جيت اسوق لك عليك الحسين. وطبعا راح جاي لك قال لك يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب. وطبعا الناس كانت متاثره جدا في الفيلم ده، الجزئيه دي جدا. طلعوا بعد ما يشوفوا الفيلم ده يحيى الهلال مع الصليب، والعيال تفضل هايجه في الشارع مش عارفين يلموه، ويحيى الهلال مع الصليب. وهي يد المسلم اضعها في يد اخي المسيحي، لنتحد ولنكن لاخ واحد وكلمه واحده في وطن واحد من اجل مصر. طبعا احنا ان شاء الله بفضل الله تعالى وذكرنا تاريخ النصارى الاسود في كلامنا كله. وان الموضوع ده اصلا كان طالع اصلا اسلامي، لولا هذا المجرم اللي هو سعد الزغلول الذي قال لهم لا تجعلوها اجعلوها وطنيه حتى لا يغضب منكم اخوانكم الاخبار. طلع النصارى طبعا بيقول لك يبقى هذا المكان المقدس الطاهر، بيقول لك ايه؟ انني اقف بينكم في هذا المكان المقدس الطاهر. طلع القسيس فوق كنيسه ترقق علينا اجنحه السلام والمحبه، روح محمد بن عبد الله وروح عيسى عليه السلام، لنضع صدورنا امام اسلحه العدو ولنهتف جميعا يحيى الهلال مع الصليب. ويهتف الناس كلها بقى ايه بالجامع ويهتف الايه الشيخ، ويخرج من الكنيسه ويحيى الهلال مع الصليب عشرات المرات تلاقي يحيى الهلال مع الصليب. هو ده اللي بيحصل، هو ده الفن. حتى بعد كده يحيى بيقول لك انا عايز تشوف ايه؟ شوف لي حجاب للواد ابني، عايز اشوف لي حجاب للواد ابني. طب ماشي، تعالى بقى نشوف ايه بقى. في فيلم عاملاه الكنيسه، يعني من اخراج وكل شيء للكنيسه المصريه. هي لها افلام كتير، انت حر اعمل اللي تعمل ايه؟ لا وامشي في الشارع، مش قضيتنا. بس لما تجيبوا ممثلين مصريين ومحبوبين ومعروفين، يبقى اذا في علامه استفهام. عايزين تودوا فكركم وعقيدتكم تشربوها لاولادنا، زي ما انتم بترموها هنا، بترموها في الفن بتاعنا، في الفن اللي المصريين نفسهم كانوا المسلمين كمثال يسمعوه ايه ويتعلموا منه. تمام؟ دلوقتي ايه؟ جايبينه الكنيسه اللي مخرجاه ومعروفه الكنيسه كذا 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 كذا. عادي. زي مثال فيلم اسمه فيلم ام الغلابه. حتى لو كان فيه مسلمين ممثلين معروفين ان هم نصارى. بتقول له ايه بقى؟ يا رب جوزي اوعى تكتب عليه خطيه، هم اسره مسيحيه، ماجد الكدواني ومراته اللي اظن ناديه لبيب. عليه خطيه، ده شريك حياتي. بتقول له بقى انت اتألمت يا رب، ده ما يجيش شك يا رب من ألمك، اللي هو قصدها الصلاة، يعني عيسى اتصلى ودلوقتي والفيلم موجود. اهدي جوزي لطريقه اوعى ترميه في جهنم. حبيبه تحت رايه ايه؟ جيبه تحت ايه؟ رياستك. ده بتنزل ربنا اللي هو يسوع عندنا. امام الشمع الصليب ايه؟ على صدرها. وحاكم بلا سلطان يمدبر الليل قبل النهار، ما هو جايب اللغه الصعيديه. دبرني بحسن تدبير يا باسط الارض بلا اساس ومعلي السماء بلا عواميد ولا رصاص وحياة الهيكل يعني
وفتحة القداس، اغفر لي زي ما غفرت القسيس والشماس، وتحط تعمل الصليب على صدرها. يا ألف نهار أبيض يا مصر، يا ألف نهار أبيض يا مشايخ مصر بقى، عشان ما حدش يجي من بتوع الأزهر ويقول لك والله ده أنت كده عايز تعمل فتنة ومشكلة. أهو فيلم موجود في مصر، أم الغلابة ما جبناش حاجة من بيتنا وأجيبه لكم عشان بينشروا عقيدتهم الفاسدة، وإحنا بنجيبه وبنصدق الكلام ده وموجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. بتقول يا رب أنا ليا من غير، وأنا يتيم، جوزي همل يمشي عيني من غير، ومشي من غير يعرفني، من غير ما يعرفني ويدبرني. مين غيرك يا رب؟ أنا جهلان. هي بقى الصعيدية بتقول بقى أنا جهلان، أنا تايه، أنا ما أعرفهاش، أنا ما أعرفهاش. يا رب سمعني كلمة، خد بيدي يا رب، ومعاها صورتي، بتبص بقى صورة يسوع. ادي العقيدة اللي بنشروها. وبعدين ماسكه النسوان بقى بتبص، بصوا يا ستات، احنا النهارده متجمعين علشان نقول كلمة ربنا اليوم، ده يسوع ربهم اهو. نشر العقيدة الوثنية الموجودة بتاعتهم الصليبية عندنا عادي. محدش من الازهر طلع وقال الكلام ده غلط او صح. هل الكلام ده صح ولا لا؟ هل ينفع ان احنا ننشره؟ مش صح ان هو لا يجوز ان يقول الكلام ده، لا ينفع ان احنا ننشره ونقول الكلام ده. حد طلع قال يا اخوانا الكلام ده غلط؟ ولا كان حسن مبارك يعني قابع عليكم قوي على انفسكم كده مش قادر تقولوا لا كلمة حق؟ طيب بتقول كلمة ده يسوع دعانا علشان نصلي له، تعالوا نقول المديحة دي، وبعدين بتقول الكلام بالطب. بتقول الشيطان ما يقدرش يعمل لك حاجة على طول ما انت مع يسوع. دجال وايه؟ شعوذة، دجل وشعوذة. نجيني يا يسوع، نجيني يا رب. وهي بنت صغيرة بتجري بتقول كده. المرأة يا سلام على جمالك يا حلايك جمالك. المرأة بتقول كده عمري ما شفت جمالك زيه وتاني. وطبعا صورة يسوع موجودة وبتتكلم على جمال سيدنا ايه؟ على يسوع، على جمال سيدنا عيسى ان هو الاله الرب بتاعه. بتقول حبيبي يا يسوع ابن الله، ابن الله، بتقول ابن الله. يعني نشر النصارى عقيدتهم والمصيبة كبيرة جدا ومش عارفين نعمل ايه. مش عارفين نعمل ايه. يا علماء الازهر اين انتم؟ يا علماء الازهر، يا مشايخنا، يا علماء السلفية، يا مشايخ الاخوان والجماعة الاسلامية وغيرهم وانصار السنة والجمعية وحرارة بالكل. الكلام اللي بيتقال ده يجوز او لا يجوز؟ حرام ولا لا؟ وهنحليه ونقول الكلام ده ينفع وتمثيل مش تمثيل، واحنا بننقل حتى ونشر عقيدتهم ده ايه؟ تعالى يا سيدي نقول. طيب لما العذراء ام النور خدت ابنها يسوع وختمته، حبيبي يا يسوع انت الحارس الامين على اولادك، احفظ. طب ماشي وبعدين؟ يا ام النور يا ام القلب الحنين، ولادي امانه في ايدك. ده العذراء بقى يا رب انت اللي ندمت عليا. ندمت يعني ناديت عليا، ما هي سعوديه الفيلم. أعنا ايه؟ أعنا انا كنت قاعده في البلد بقول كلمتك اللي امرتني واخترتني. وجبت لك الكتاب، انا مش عارفه يا رب ايه سبب دعواتك لي، بدعوتك لي، بس اللي اعرفه ان انا خدمت. طب ماشي وبعدين؟ يا لا باجي كده يا رب خدامك يتقالوا عليهم شحاتين. يا زعلانه جدا. بتقول له لا انا خدمتك يا يسوع، انت كنت هناك او هنا، واتمنى اغسل رجليك، لان هو جالها كده هو كانه شحات وغسلت له رجليها يسوع. طيب كل يوم بس اهديني طريقي يا رب. تبص للصوره بتقول بقى كده لما راحت تدعي الناس في البيوت المسيحيه طردتها برضه. بتقول بقى كده يا رب خدامك يتقالوا عليهم شحاتين وتتجفل في وشهم البيبان. طب انت كنت ناديتني اروح جمعيه التواضع بقى كده يا رب. لا بتقول لك اروح جمعيه التواضع اخدم ولادك اللي ما لهمش حد تعمل فيا كده يا رب. طب اذا كنت انا خاطئ وما استحقش، تمام، اخبط على بيوت الناس. طب وايه؟ واقول كلمتك. حط ايدك في ايدي يا رب وخلي قدمك قبل قدمك. يا رب عدله اشفي له راجل، والثانيه اجيب له بتقول له يا رب يا عادل الراجل اللي هو مشلول،
يا رب يا عادل اشفي له رجل والتاني يجيب له عكاز، وبالفعل بقى الراجل اتشفى له رجل والتاني يجيب له عكاز، معجزات العادله. على فكره حتى هذه اللحظه في ناس مسلمين بتروح الكنائس عشان العادله وعشان خاطر المسيح، والنصارى بالسحر اللي بيعملوه الموجود على طول هناك، وكل حاجه اقعد قدامها الاقي معظم الحالات اللي انا بقرا عليهم النصارى والعياذ بالله. طيب يا سيدي الصالح استلم ودعتك وانهي الطريقه اللي بدات. يا رب انت قلت لي حط ايدك في ايدي وقدمك ورا قدمي، ليه تقعدي على الارض حزينه وانت فرحك فوق في السماء يا يسوع؟ طب يا حبيبي يا مشتاق قوي اقعد معاك على طول واقف على يمين، وترابك والترتيل ايه يعني ترتل معاه بقى الجديد الترتيله الجديده. طب اشتقت اقف قدامك قدام عرشك يا يسوع يا الهي، اتمجد يا رب. وياتي يسوع وياخذها، يجي ياخذ يسوع وياخذها. طب نقول ايه بس؟ نقول ايه؟ يعني فين بقى المشايخ وفين العلماء؟ ولا هننتظر بقى لما ندوق الصليب والعالمية تروح؟ احنا بس بنوضح للناس يا اخواننا اتقوا الله سبحانه وتعالى، يا اخواننا احذروا من هذه المجموعات الفنية اللي ممكن يضيعوكم ويدمروكم. الناس دي عايزة تدمر عقيدتكم، سواء بقى فيهم يعرف ولا ما يعرفش. ومن ياخذهم العزة بالاسم. احنا بنقول يا اخواننا احذروا، ده خطأ، دي مشكلة. والله الموفق. تمام.